السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا اخواتي يا اجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس بكفتة داوود باشا بطريقة جميلة جدا، يعني بطريقة حلوة وهتعجبك جدا جدا، وجنبها شوية رز كمان كده بالشعرية، حاجة اخر جمال. اللي أول مرة بقى يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله وعلى رسولنا الكريم ونخش نشوف هنعمل ايه. أنا جبت تلت كيلو لحمة زي ما قلت لكم، بجيب الكيلو بقسمه على 3، فده تلت كيلو لحمة. فجبت بقى بصلاية كده حلوة، يعني مش صغيرة ولا كبيرة، يعني حلوة معقولة كده. فرمتها فرمة ناعمة. وبعدين جبت كمان شوية خضرة صغيرين مش كتير برضو، بس قللي فيها البقدونس عشان البقدونس ما يسودهاش، الكزبرة والشبت وحبة صغيرين من البقدونس. بعد كده حطيت عليهم ايه بقى، معلقة ملح، معلقة فلفل اسمر، معلقة توم باودر، معلقة بهارات كفتة. بس هما الاربع حاجات دول اللي احنا حطيناهم. علشان ايه؟ ايه الكفته بتاخدش اكتر من كده. اعجنيهم بقى عجنه كويسه قوي. ليه بقى؟ علشان كل الحاجات دي تتجانس مع بعض وايه وتخش جوه بعضها كده، تبقاش حته فيها من التوابل والخضره وفي حته ما فيهاش. يعني عجنيها بايديك كده ودعكيها لحد ما تلاقي كل الحاجات ديت ايه، اتمسكت مع بعضها. بعد كده بقى ايه، حطيناها حوالي 10 دقايق في الفريزر عشان تمسك ايه نفسها. كوريها بقى الكور الصغيره كده. ولو انت برضو عايزه تعمليها طويله عادي، بس هي كفته داوود باشا كده في قلب صينيه البطاطس بتبقى مدوره. ما تمسكيش بقى قطعه اللحمه كده، لا يعني وتكبسيها في ايديكي، لا. يعني بصي زي ما انت شايفاني كده، اعمليها كور كده بايديكي بكفوف ايديكي براحتك كده لحد ما تلم معاكي، علشان ما تبقاش من جوه مكبسه. مش هتشرب من الصلصه بتاعت البطاطس ولا ايه، ولا هتبقى يعني شاربه من التوابل. خلاص على كده. بعد ما خلصنا خلاص كده الكميه كلها زي ما قلنا كده، حطيناها حوالي 10 دقايق في الفريزر. بعد كده بقى ايه، تعالوا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. جبت صينيه حطيت فيها معلقه سمنه بلدي، وحطيت عليهم كمان ايه، ورق لورا، حبهان، مستكه، قرفه، قرنفل. يعني كل التوابل دي كده بتحطيها مع حته السمنه البلدي او المعلقه السمنه البلدي. سيحيهم كده مع بعض كده وخليهم بس يطلعوا ريحتهم الجميله. انزلي بقى بالكفته بعد ما حطيناها في الفريزر واحده واحده كده، ووزعيها في قلب الصينيه لحد ما تخلصي برضو الكميه بتاعتك. زي ما انتوا برضو شايفينها كده، يعني التلت كيلو هو ده اللي قدامكم كله. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله ازاي عامل كميه حلوه قوي. خلاص كده. بنسيبها بقى ليه، بنسيبها بقى لحد ما ايه تتشمع شويه، ما نقلبهاش على طول، عشان لو قلبتيها على طول هتفك منك، وبعد كده مش هتفك وبس، لا هتلاقيها ايه كلها لازقه لسه. لكن لا، سيبيها بقى كده براحتها تدي اللون الجميل من تحت الذهبي الحلو كده. وبعد كده ايه قلبيها على الناحيه التانية، اه زي ما انتوا شايفينها كده. قلبناها بقى ايه على الناحيه التانية اهي، برضو ايه وتاخد ايه اللون التاني الجميل الذهبي من تحت. وبعد كده ايه هنطلعها. احنا مش هنحمرها ليه، لان هتخش طبعا في الفرن هتحمر جامد. شفتوا بقى اهو، ده ادت اللون الجميل الحلو كده عشان تمسك نفسها. طلعناها خلاص كده في قلب طبق. والصينيه بقى اللي احنا طلعناها منها دي مش هنغيرها. ليه بقى؟ لان اللي نزل من الكفته دي الصوص بتاعها الجميل اللي مليان توابل والسمنه البلدي والريحه الجميله قوي. يعني عايزه اقول لكم الريحه خطيره. نزلنا عليها بقى بصله كبيره او وسط برضو متقطعه صغير، نشوحهم برضو كده مع السمنه بتاعت الكفته. تشويحه كده صغيره برضو يديك اللون الذهبي، شفتي الجميل ده. ننزل عليها بقى معلقه توم مفروم صغيره كده، حلوه قوي قوي. خلاص خدت برضو كده التتبيله مع بعضها. وعليهم بقى ايه كمان معلقه كزبره بودر. معلقه الكزبره البودر بقى دي مع الثوم والبصل بتدي ريحه جميله جميله جدا، تفتح النفس كده. هنشوحهم برضو كده خلاص مع بعض. كنت انا بقى ايه مقطعه البطاطس كده حلقات، لا تخينه ولا رفيعه، عشان ما فيش حبه يتهروا وحبه ايه كده. قلبيهم برضو مع بعضهم، هتديكي برضو اللون الذهبي. والبطاطس بقى دي هتشرب كده من البصله والتومه والتوابل اللي كانت محطوطه كده بتاعت الكفته، الصوص بتاعها الجميل. قلبيها كده زي ما انت شايفاها. خلاص اهي ادتنا اللون الذهبي الجميل. كنت انا بقى عامله ايه،
عامله طماطم يعني غليها برضو ايه حبه صغيرين كده، وضربتها في الخلاط وصفيتها. اهم شيء انك تصفي الطماطم من التفل والبذر عشان بتديكي نتيجه جميله جدا في الاكل. لكن لما بيبقى فيه بذر وقشر كده بيضايق. يعني دي بقى ايه الطريقه الحلوه بتاعه الطماطم. يعني مثلا لو عندك متفرزه على طول جيبيها وحطيها على طول كده. حطينا بقى عليهم معلقه ملح، برضو معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا مدخنه، وبشره جوز الطيب الفريش اللي احنا متعودين مع بعض عليها. لما بتعملي جوز الطيب كده كده فريش كده وانت على طول كده على الاكل بتدي ريحه حلوه، بدل ما بتطحن وبتتشال بتروح ريحتها. يعني حبه صغيرين. بعد كده تحطي عليهم ايه شويه ميه، او اذا كان عندك شوربه. بعد بقى ما غليت البطاطس خدت غلوه بس بسيطه كده، نزلنا بقى عليها بالكفته اللي احنا طلعناها من الصينيه، ووزعناها بقى كده. وزعيها بقى كده في قلب الصينيه، بس ايه يعني ما تغطسهاش تحت، ما تنزلهاش تحت. ليه؟ لان احنا عايزينها بس تشرب من الصلصه، والوش في نفس الوقت هي والبطاطس يحمروا كده ويدونا اللون ايه الذهبي الجميل. خلاص كده خدي بقى من الصلصه ورشي عليها كده عشان تشرب، عشان احنا طبعا ما نزلناهاش تحت. خلاص بعد ما ادينا لها بقى غلوتين ثلاثه تعتبر ايه استوت 3/4 سوا فوق. حطيها بقى في البوتاجاز على الشبكه اللي في النص، ويا دوبك بس يعني شيلي الصاجه وحطيها بس في الشبكه اللي في النص. هتديكي بقى اللون الجميل الخطير دوت، والريحه اللي انا عايزه اقول لك عليها، والبطاطس كمان استوت اخر جمال. شربوا من بعض كده وادوا الطعم اللذيذ جدا. وزي ما قلنا برضو قبل كده ان الرز اللي جنب الخضار بيتعمل بالزيت والسمنه، مش بالزيت بس ولا بالسمنه بس. رز بالشعريه جنبها بقى كده جميل جدا. عندك شويه مخلل حطي، عندك شويه خضار كده حلوه، جرجير، فجل، بصي اللي انت تحبيه. بس هي كده لوحدها بتفتح النفس، جميله جميله، فاخر من الاخر. اكله جميله جدا وحلوه، ويعني وسهله ما خدتش وقت مننا. اللي اول مره بقى يشوف القناه يدخل برضو يشترك ويفعل الجرس ويقول لي ايه رايه في الكومنتات. واكله جميله جدا وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.